في لقاء التواصلي بالجالية المغربية القاطنة بالخارج بفرنسا بالعاصمة باريس. التقيت أحد الجمعويين عراس أحمد بباريس، وما لاحظته أنه أعطاني أحد البطاقات لجمعية قد تؤسست في مدينة أحفير، وهي أسوسياسيون انترجينيراسيون دي ماروكان دي موند. بالنسبة للسي أحمد، تقدر تعطيني التعريف ديال هذه الجمعية؟ واش هي مؤسسة اليوم حاليا في أحفير؟ وهي هذه الجمعيه بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجمعيه هي مؤسسه بمدينه احفير، وكان التاسيس تاعها هو السيد كما نقولوا حنايا السيد شكون اللي المسؤول عليها؟ المسؤول عليها هو السي بن عبيد، هو المدير تاع الجمعيه، والنائب تاعو هو السي مصطفى بن دحمان، واحد الاعضاء تاعو هو المصور تاعهم والصحفي تاعهم هو السي ميمون الرحاوي. نعم. وبعض الاخوان اللي مؤسسين الجمعيه مفيوك وهي تكونت العمر ديالها؟ العمر تاعها ما يتعداش سنه، وهي حديثه العهد. حديثه العهد. نعم. ومن بين الانشطه تاعها هي المقابله، اللي جرتها الجاليه المغربيه مع احد الفرق الاحفيريه، وهي جمعيه الوفاق. وجمعيه الوفاق راه معروفه هي المدرسه تاعها تاع كره القدم اضافه الى كره القدم، واش كاين هناك انشطه اخرى كتديرها هذه الجمعيه ولا؟ الانشطه، وهي الانشطه كثيره اللي حنا البرمجه تاعنا، وهي انشطه كثيره غادي نديروها ان شاء الله بمدينه احفير، وهو العمل الخيري. هو بعد اول حاجه هي العمل الخيري، يعني على ما شفنا في احفير يعني خصنا باش نساهموا في، يعني تنشوفوا الناس. لا، هذه الجمعيه واش عندها الهدف ديالها انها تنظم، بحال نفترض تنظم مهرجان ديال الاناشيد، شي مهرجان كروي ديال القدم، شي مهرجان ديال الفنون الحربيه في احفير؟ واش كتكلف هذه الامور كامله؟ هي كتكلف بامور ما هي رياضي يعني في جميع الرياضيه، يعني جميع الانواع الرياضيه، يعني بما فيها الالعاب الفرديه والالعاب الجماعيه. وكاين هنايا عندنا واحد المشروع اللي ما نقدرش نقول عليه، وهو مشروع دولي، يعني ما نقدرش نذكر. قلت لي هنايا هي تأسست في مدينة أحفير، ولكن بالنسبة لي هنا في فرنسا مازال راك عاد غادي تكونوها. وهنا اللي كنطلب كندير واحد النداء، وغادي التليفون، النيميرو تاع التليفون غادي يتكلف به السيد خيسي، وهو واحد النداء لجميع افراد الجاليه المغربيه، بالخصوص مدينه احفير، يعني على ما شفنا لما كنمشيو. نداء علاش؟ نداء اللي غادي ديروا هنايا؟ هذا النداء باش يكون عندنا واحد التواصل، وتكون عندنا اجتماعات، وتكون عندنا حتى لانما باش ديروا المكتب، باش نديروا واحد المكتب. هذا نعم. المكتب باش يكون عندنا مكتب تاعنا يعني المكتب تاعنا هنا في فرنسا. نعم. انما على ما شفت انا يمكن كل الجاليه بالخصوص ولاد احفير كنمشيو حنا لمدينه احفير، يعني حتى شي واحد ما يهتم بينا، حتى شي واحد ما، يعني حتى المقابله باش نديروها الا ما درناهاش حنا بالمال تاعنا الخاص، يعني ما عمرو لقينا شي مساعده وشي مساعده. هنايا بغيت تقول لي باللي ان الوزارات المكلفه بالرياضات ولا المكلفين بالجاليه المغربيه، وربما الدور ديالهم في هذه الامور ناقص بزاف. اذن غادي الجمعيه تكلف بهذه الامور، ولا عوض باش تكلف بها المسؤولين الاخرين اللي في البلاد؟ وهذا هو المساله اللي بغيت نتطرق ليها في الاول، وان يعني بالخصوص الجمعيه، يعني بغينا ندير واحد الجمعيه هنا في احفير باش نتكلفوا بالامور تاعنا حنايا، نتكلفوا روحنا كما نقولوا روحنا بروحنا. يعني لا، الجمعيه اللي ديروها هنا غادي تكون تنسيق مع الجمعيه اللي في احفير؟ الجمعيه تاعنا هنا نديروها باش يكون عندها تنسيق مع الجمعيه تاع احفير، باش يكون عندنا واحد التنسيق بيناتنا، باش نمشيو لاحفير يكون عندنا واحد التنسيق، يعني حتى باش غادي نديروا ديك المقابله. وما باغيتش غير مقابله تاع كره، بغينا باش يكون عندنا
واحد الدور باش باش جوانب ثقافيه جوانب ثقافيه، جوانب يعني نساعدوا بانما على ما نشوفوا ان مدينه ربما مساعده المساكين. وهو هذا هو اللي بغينا هذا هو الهدف اللي بغيت نمشي له، هو مساعده المساكين. لو بالنسبه بحال الا كان الجانب الرياضي ولا الثقافي، واش دروك من هي بأحفير غادي يجيو يقدروا تجيبوا الناس هنا يشاركوا في شي وهو هذا هو الغرض نتاعي، يعني باش نجيبوا واحد بعض الفرق، يعني ما غاديش نمشيو غير في كرة القدم، يعني راه عندنا الكاراتي، عندنا العدو الريفي، والعدو الريفي عندنا بعض الاخوات ومن بينهم الاخت رحاوي، يعني اللي عندها عالميه، لا بغينا نقولوا يعني الرقم تاعها راه رقم عالمي، يعني وعلى الانسانه اللي غادي نشوفوها ضايعه، يعني خصنا باش نعاونوها، وباش نعاونوا ماشي غير رحاوي، نعاونوا بزاف ولاد احفر. نعم. بنات احفر بالخصوص. عندك شي كلمه بغيت تقولها في الاخير؟ واش نداء، واش ديروا نداء بالنسبه لهنايا ولا الناس اللي لهيها؟ النداء بغيت نديروا لهنايا. انا النداء، نعم، النداء كنذكر بعض الاسماء اللي لا سمعوا هذا الحوار يتصلوا بي في اقرب الوقت، وهم من بينهم الاخوان ولاد البوعلاوي المنور، نعم، البختي محمد مركب الملاح، والسي دخيسي راه معنا، وانا ما نعرفش بعض الجمعيات الجمعيات الا كانت شي رؤساء الجمعيات يعني اتصلوا بنا اخرين، الجمعيات الاخرين زعما يمكن لهم فوالا يقدر ديروا التواصل مع جمعيات اخرين. هذا هو الهدف اللي بغيت نجري له، هو ما يكونش عندنا نفس المشكله اللي وقع في احفير، ان الجمعيات في احفير يعني متخاصمين بعضهم، حنا بغينا يكون الجمعيات اللي هنا في الخارج زعما بحال انتم درك من عندكم الجانب ديال الخيري، بالنسبه لك انك تقدر دير شي تواصل ما بين مدير ديال رئيس جمعيه كابيس حسن النجاري بالنسبه للامور ربما ديال الادويه، ربما واحد الامور. هذه المساله بغيت نتعرف على الاخ حسن النجاري ان شاء الله، نتمنى باش يتصل بيا، وغادي يكون عندنا واحد هكذا باش يكون عندنا واحد المساعده من الجانب تاعو من الجانب تاعي، وان شاء الله نوفروا بزاف الحوايج باش نصيفطوهم لولاد احفير. وحنا شايفين هو السبيطار تاع احفير الحاله تاعو يرثى لها، يعني فيما يخص الادويه، فيما يخص العكازات كما نقولوا حنا الدبابيات باللهجه تاع الاحفير، يعني بزاف الحوايج اللي خصونا لمدينه احفير، وراه حنا شايفين الحاله تاع مدينه احفير حاله يرثى لها. شكرا خويا احمد عراس، وفي لقاء تواصل اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.